السلام. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نعاودوا القصه ديال عبد السلام اللي دار ليه السحر ديال الحماق، واللي دار له هذا السحر ما يخطر لكمش على البال. قبل ما نبداو القصه ما تنساش تابونا وتعاوني بلايك ولا تعليق باش الفيديو يشوفوه ناس اخرين. سميتي عبد السلام، من نواحي ديال تاونات، عندي دبلوم جامعي خديته في كليه دار المهراز في فاس. القصه ديالي بدات منين كانت عندي 23 عام، فاش يلا خديت الماستر ديالي ورجعت للدوار باش نبدا نوجد الكونكور ديال التعليم. الصيف ديال ديك العام دوزتو كامل مع الوالدين ديالي في الدوار. في النهار كنقيل ناعس، وفي الليل كنبقى قصر مع الدراري في واحد القهوه صغيره في الفيلاج، وما كنرجع للدار حتى كيقرب يود الفجر. حتى لواحد الليله وقع اللي غيقلب لي حياتي ويغير لي المصير ديالي للابد. كنت راجع للدار بحال ديما، الطريق ما كانتش مظلمه بحال كل ليله، كان الضو ديال القمره مضوي، ما احتاجيتش كاع نخدم البيل باش نشوف الطريق. وانا كنتمشى كانت الطريق خاويه، كنت غادي غير بوحدي حيت كان غير الخلا. شويه سمعت الصوت ديال شي حد كيخلف من مورايا، لحميت بورش كندور ما كنلقى حد. كملت طريقي عادي، شويه سمعت نفس الصوت ديال الخطوات قراب من مورايا. بقيت كنتمشى بالزربه بلا ما ندور، انا كان زرب وهداك الشيء اللي مورايا حتى هو كيزرب. الصوت كان كيشبه الخلفات ديال المراه دايره الخلا خلف رجليها. شويه الصوت ما بقاش من مورايا ولا مع جنبي، دورت راسي بشويه كنشوف مراه بعيده عليا بشي 3 متر، دايره ملحفه بيضه مغطياها من راسها لرجليها وكتدق الارض برجليها اللي عامرين خلاخل. حسيت بالخوف ولكن ما قدرت لا نجري لا نوقف، بقيت محافظ على نفس الريتم. شويه ما عرفت فوقاش اختفى الصوت ديال الخلاخل واختفت مولاتو، وفي بلاصه ما نكمل طريقي بقيت كنتلفت ونقلب عليها، ورجعت تقريبا نص الطريق باش نشوف فين بقات، لكن ما لقيت والو. وصلت للدار ونيشان دخلت النعس وانا كنفكر في ديك المراه، وكما سديت عيني سمعت الصوت ديال الخلاخل كيقربوا مني، وجوج يدين قجوني، وواحد الصوت كيقول لي علاش قلبتي عليا، اش بغيتي عندي؟ وانا ما قاد لا نغوت ولا نتحرك. وبقيت على داك الحال سيمانه تقريبا، كل ليله كنبات في العذاب، نفس الصوت ونفس المراه كتخنقني وكتقول لي علاش قلبتي عليا. ديك السيمانه كامله ما خرجتش من الدار، كنت خايف نخرج نعاود نتلاقاها. واحد العشيه قلت والله حتى نخرج، شنو غيوقع كاع؟ يقدر يكون غير الضغط النفسي وكثر التخمام في الخدمه خلاوني نتخيل شي حوايج ما كاينينش. المهم مشيت نسهر مع صحابي في القهوه، ومع ديك الجوج ديال الليل شديت الطريق باش نرجع للدار. هاد المره كانت الظلام، جبت البيل ديالي وبقيت خلفه مورا خلفه وانا الشعر ديال راسي واقف بالخلعه. شويه سمعت زطيم من مورايا، ما قديتش ندور. واحد شويه سمعت كلب كينبح، بالخلعه درت لقيت كلب قد السخط كحل وسنانو كبار وخارجين على برا، والنبحه ديالو مجهده بحال اللي كينبح في الميكروفون. تخلعت وبديت نجري، وداك الكلب بدا تابعني وكينبح. خفتي عضني، هزيت حجره وضربته، الحجره جات في راسو طاح في الارض. تصور خوتي الكلب هز راسو وقال لي والله سليلي ملا بقات فيك تعيا ما تدور، ما غتلقى لا حيله لا دواء. على ما رمش لقيتو طار. تما فهمت باللي هذاك ماشي كلب، وباللي المراه اللي شفت ماشي انسانه، هذوك جنون ولا شياطين مسلطين عليا. من بعد عاودت هادشي كامل للوالده، فسخاتني وداتني عند واحد الشريف في النواحي ديال تاونات كيسبب للناس. قرا عليا القران وعطاني شي حروزه نهزهم معايا، وقال لي خاصك تكون ديما على وضو وما تزقلش الصلاه في الجماعه. صافي درت داكشي اللي قال لي الشريف، وبالفعل ترخف عليا الحال وما بقاتش ديك المراه تجي عندي في الليل، وحيدات مني الخلعه ورجعت لحياتي الطبيعيه. واحد النهار انا جالس غير بوحدي في المراح، وهو يدخل واحد السيد من الباب، جلس حدايا وبقى ساكت. السيد لابس جلابه ديال الصوف ويكون في عمره شي 60 ولا 70 عام. خشى يدو في جيبو وعطاني حفنه ديال 4 وجوج ريالات. انا شديتهم وبقيت ساكت. قلت ياك ماشي صاحب الوالد هذا. قال لي كل بسم الله. قلت واش هذا حمق بغا يوكلني الصرف. فاش حليت يدي لقيت فيها التمر يابس
ما كاين لا صرف لا والو. عليت عيني لقيت السيد اختفى، تما غيبت. فاش فقت لقيت الوالده حدايا والشريف كيقرا عليا القران وخواتاتي كيبكيو. قالت لي الوالده لقيناك مغيب في الطواليط. من بعد وليت عايش في عالم بوحدي، كنشوف شي ناس غير بوحدي، كنكون جالس حتى كيدخلوا للبيت 2 و 3 ديال الناس، يجلسوا شويه ويخرجوا وغير انا اللي كنشوفهم. شي مرات كنشم ريحه البخور، وديك البخور الخايب اللي ريحته كتخنق. وليت كنسمع اصوات ديال الناس كاع ما كيبانوا كيهضروا بيناتهم. شويه ولا تجي عندي المراه اللي شفت في الاول، كتجي عندي ديما في الليل وكتطلب مني داكشي اللي كيوقع بين الراجل ومرته. ولا رفضت كدير يديها على عنقي وكتبدا تخنقني. من بعد وليت ندير داكشي اللي بغات. كانت مخلوقه من ابشع ما شفت، غير الريحه اللي كانت فيها كتدوخ. في الاول تخلعت منها، لكن ليله على ليله ولفت وما بقيتش نخاف، وبديت كنتحول شويه بشويه. بديت نضعاف حتى ضلوعي ولاو يبانوا من تحت الجلده. قطعت الصلاه، وليت ديما على جنابه، ما بقيت نحسن لا شعر لا لحيه. وحتى الدوش قطعته، وليت جالس في البيت ليل ونهار بحال الهداوي. وإلا دخل عندي شي واحد كنبقى نغوت ونضرب راسي مع الحيط. من بعد هزيت راسي ومشيت لواحد الدار رايبه ديال جدي الله يرحمه، بعيده على الدوار، وسكنت فيها. الدار كانت خربه، ولكن لقيت فيها راحتي انا وهاديك اللي معايا. كانت مانعه عليا الدوش والماكله المالحه، الا كانت ديال الجنازه كتخليني ناكلها واخا مالحه. شويه شويه وليت شيطان، ما بقيتش بنادم. وليت ناكل الجيفه، وليت ناكل الكلاب والمشاش وننبش القبور. هادشي كله واعي به، ولكن في نفس الوقت لقيت راحتي فيه. واللي قال لي نعالجك كنقول له انا ما بغيتش نتعالج. وكاع الرقات اللي جابوهم لي والديا كنت كنجري عليهم بالحجر من ديك الخربه ديالي. والديا عياو معايا، في الاخر يأسوا ما بقاوش يحاولوا. صافي وليت في الدوار معروف بعبد السلام البوهالي، والتاحد ما كيقد يقرب عندي. بقيت على ديك الحاله 4 سنين، وفي ديك 4 سنين طاحوا سناني وشاب راسي وجاني التهاب المفاصل بقوه البرد. واحد النهار في النص ديال رمضان كنت جالس حدا ديك الخربه، حتى كنشوف الوالد ديالي جاي من بعيد ومعاه واحد السيد. بديت نجمع الحجر باش غير يقربوا نضربهم. فاش قربوا لعندي هزيت الحجر باش نضربهم، وهو ينطق داك الراجل اللي مع الوالد وقال لي تبت في بلاصتك. نجمت وبقيت حال فمي فيهم. حيد هذاك السيد سلهامو ولحو عليا، وحطيت يدو على جبهتي وقرا ان كيد الشيطان كان ضعيفا. هذيك اخر حاجه عقلت عليها وغيبت. فاش فقت لقيت راسي في دارنا مكتف. الوالده بدات كتبكي وكتقول لي على سلامتك وليدي، همك دار لي حفره في قلبي يا وليدي. تما سولني داك السيد اللي فهمت من بعد انه فقيه جابوا لي الوالد باش يعالجني. سولني وقال لي واش ولدي كانت عندك شي علاقه بشي بنت وما كملش الله؟ قلت له قال له فين وصلت بيناتكم هاد العلاقه؟ قلت له علاقتنا مشات بعيد، كنا بحال الراجل ومرته. انا ما كنت موعدها بوالو، وهي كانت باغاني نتزوج بيها، لكن انا ما قد على زواج. كيفاش غنتزوج بيها وانا ما خدام ما ردام؟ وبصراحه عمرني بغيتها، كنت مدوز معاها الوقت وصافي. هي كانت كتقرا معايا في لافاك، لكن فاش سالينا القرايه قطعت علاقتي بها وقلت لها الله يسهل عليك فما احسن. الفقيه جاوبني وقال لي هذيك البنت هي سبابك في هذه الحاله، دارت لك سحر التعطيل والحماق. داك السحر ركباتك عليه ديك الجنيه، وكان ممكن تعيش حياتك كامله في ديك الحاله لولا الرحمه ديال الله عز وجل. الوالد والوالده سمعوا ديك الهضره، وغير مشى السيد قالوا لي نوض نخطبوا البنت. قلت لهم كيفاش غنثيق في وحده سحاره دارت فيا هاد الحاله؟ والديا بغاو يزوجوها ليا حيت خافوا ذنوبها يخرجوا في خواتاتي، لكن انا بقيت رافض وقلت حتى دابا متعادلين. غدرتها وغدراتني وما كتسالني ما كنتسالها. دابا في العمر ديالي 41 عام، مزوج وعندي بنيته مزوج بيها. وانتم شنو الرأي ديالكم في هذه القصه؟ خليوا لي الرأي ديالكم في التعاليق، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم. بسلامه.